السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الصينيه ديال الدجاج مشرمل مع بطاطا مشرمله، كيجي رائع، غير جربوه غادي يعجبكم. ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. اول حاجه كناخذوا الاناء اللي غادي يدخلنا للفران، كنديروا الملحه، يعني الملحه على حسب الذوق. من بعد كنديروا معلقه صغيره ديال الفلفل الحلو الاحمر يعني بابريكا، وشويه ديال الابزار، نص معلقه صغيره، ونص معلقه ديال الكركم الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال الزنجبيل سكينجبير، وكنضيفوا كذلك بصله محكوكه على هذا الشكل. ومعلقه صغيره ديال لاموطارد اي الخردل، واحد معلقه صغيره ديال الصوجا، وكنضيفوا كذلك شويه ديال القزبر، وشويه ديال المعدنوس المقدونس، والقليل من زيت المائده، وكنضيفوا كذلك القليل من زيت الزيتون، كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا. من بعد كناخذ الدجاج ديالنا على شكل قطع، كنكونوا غسلناهم بالملحه والحامض، كنضيفوهم في هذوك الخليط. بعد ما شرملنا الدجاج ديالنا غادي نخليهم واحد المده في داك الشرموله باش كيشربوها وكيجيو لذاذ. من بعد غادي ندوزو لتحضير البطاطا. كما شفتوا انا بديت كنقطعها على شكل دوائر، بعد ما ساليت متقطع البطاطا ديالنا غادي ندوزو للدجاج اللي شرملنا. كما كتشوفوا خليته شرب العطريه مزيان، وغادي نزولو من الاناء، غادي نوضعو في اناء واحد اخر. بعد ما زولت الدجاج ديالنا غادي ناخذوا بطاطا اللي قطعنا دوائر، وغادي نضيفوها في داك العطريه ديال الدجاج. كما كتشوفوا غادي نخلطوا البطاطا ديالنا مع العطريه مزيان باش تشرمل لينا وتشرب هذيك العطريه.
من بعد كناخذوا داك القطع ديال الدجاج اللي شرملنا وكنوضعوهم فوق البطاطا. وبعد ما كنساليو ان شاء الله غادي نوضعوها في الفرن وكنديروها على نار مهيله باش كطيب على خاطرها وما كتحرقش وكتاخذ الوقت ديالها. ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصينيه ديالنا دجاج ببطاطا مشرملين. كيجيو لذاذين بزاف وكتجي ناشفه ما كتجيش فيها المرقه بزاف وكتجي محمره. المهم غير جربوها غادي تعجبكم بزاف وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال هذا النهار. وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه باش القناه كتزيد للقدام ان شاء الله بالدعم ديالكم. والى اللقاء في فيديو اخر. خليتكم على خير.